لماذا انتكست؟ ولماذا أنت انتكست؟ إليك وإليك يا من عرف الهدى واستقام ثم ترك الطريق فضل وهام، إلى من تحولت حاله وتحول حالها، إلى الذي غيرت الدنيا شيئا من قلبه وغيرت الدنيا شيئا من قلبها، إلى من عرف الحق وإلى من عرفت الحق ثم سلكوا طريقا سواه. إن بين جوانحي سؤالا أوجهه إليك وأوجهه إليك: ماذا دهاك وماذا دهاك؟ ولماذا انتكست ولماذا انتكست؟ ما هي الحجج وما هي الأعذار؟ في كل يوم تأتينا أخبار المتساقطين على الطريق والمتخلفين عن قافلة النجاة، الخالدين إلى الأرض والراغبين في الدعة والسكون. أمتنا تكالب عليها أعداؤها وهي في أمس الحاجة للصادقين والصادقات، فإذا بكم تخذلون أمتكم في أحلك الظروف وأشد الساعات. لماذا تشمتون بنا الأعداء؟ مرات ومرات يأتينا ونسمع من يقول: انتكس رفيقي أو انتكست صاحبتي وغرقوا في بحور الدنيا الغادرة بعدما كنا نرتقي معا سلالم الوصول إلى الدار الآخرة. لا أدري ما الذي أعجبه وأعجبها ببحر خادع وموج غادر. لا زلت أذكر ذكرياتها ولا زلت أذكر ذكرياته. لقد تواعدنا أننا إذا افترقنا سنلتقي، وتعاهدنا على ذلك مرات ومرات، ثم ترك صاحب الطريق وترك رفيقي الطريق وسلكوا طربا آخر، فكيف سنلتقي إذا افترقنا؟ قلت أنا مرددا قول الله: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. يقول أنس: كثيرا ما كنت أسمعه صلى الله عليه وسلم يردد: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قلت: يا رسول الله أتخاف علينا وقد آمنا بك وصدقناك؟ قال: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فأكثروا من قول: يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ولقد قال بأبي هو أمي فصدق فيما قال صلوات ربي وسلامه عليه: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. قلت: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا